السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشرح النهاردة إزاي نحط طبقات الطينة فوق بعضيها. إزاي نضع طبقات الطينة فوق بعضيها. أول خطوة يا جماعة بنروح عند آخر جار، أطلع البرنامج، أفعل البريك بوينت، أرجع لمزرعتي. البرنامج هيتفعل معايا، أدي الرسالة الأولى اكسكيوت، الرسالة التانية edit response AMF، أدخل على ملف الماب، أول ملف ده أغير الاي دي بتاع أول ملف، أخليه نمبر، والرقم ده يا جماعة 30024، وارفع البريك بوينت اكسكيوت. المزرعة هتفتح معايا عادي خالص، بس هتفتح معايا فاضية خالص، مفيهاش أي حاجة خالص. الطريقة كالآتي، هعلم أنا بالتسعة. بصوا يا جماعة، هي في طبقة محطوطة في الأول كده، في طبقة هنلاقيها في الأول كده، أنا مش هحط عليها، أنا هاجي كده سنة صغيرة كده يا جماعة بالظبط، أروح مد وأمشي على هذا النظام. بس أحرك التحريكة الصغيرة يا جماعة، هي الطينة بتتقسم لأربعة، وأكملها كلها زي ما انتوا شايفين كده. هوقف التصوير لحد ما أرص المزرعة كلها. رجعت لكم تاني دلوقتي خلاص اهو. في الآخر لازم ننتظر زرار الحفظ ده يسود. بعد ما اخلص خالص انتظر، ايوه كده حفظ، اروح رايح لجار تاني وارجع لمزرعتي. كده احنا وضعنا الطبقة الأولى. الخطوة دي بنكررها 4 مرات كده. دي كده الطبقة الأولى. هندي الطبقة التانية، أروح رايح لجار تاني نفس الطريقة بالظبط، أطلع البرنامج، أفعل البريك بوينت، أروح لجار execute edit response AMF، ملف الماب، افتح اول ملف، انزل تحت عند الاي دي، اخليها نمبر والرقم 30024، ارفع البريك اكسكيوت. برضو الارض هتديني، الارض بتاعتي هتبقى فاضية خالص. طبعا احنا عارفين احنا عملنا ايه فين. احنا اول مربع اهو، وتاني طبقة كنا تحريكة زي كده، تالت طبقة هي التحريكة دي يا جماعة، هي التحريكة دي وامشي عليها. لازم كل طبقة لها مكان. لسه في طبقة بعد دي هتبقى هنا كده بالظبط، انها ما تجيش كده، يعني ما تجيش على دي، يعني ما تجيش كده. طبعا هكمل وارجع لكم تاني. انتظر اخر مربعات، انتظر ملف الحفظ. تمام، اروح لعند اخر جار وارجع مزرعتي تاني. كده باقي معانا الطبقة الرابعة. المزرعة بقت بالشكل ده كده، بقت بالشكل، لسه ناقص الطبقة الرابعة. هنرجع مزرعة جار تاني، نطلع البرنامج، نفرغ السلة، فعل البريك بوينت، نرجع لمزرعتنا. الرسالة الأولى execute، الرسالة التانية edit response AMF، ملف الماب، نفس الخطوات كلها. افتح الملف ده، ادور على الاي كيو نمبر، الرقم 30024، ارفع البريك بوينت اكسكيوت. المزرعة هتفتح معايا فاضية، نفس الموضوع. المربع الأخير، بصوا هي كده عايزة بقى ايه تحديد كده. تمام كده، ونتأكد ان الورق تمام، نمشي على هذا النظام. أهم حاجة ال9 مربعات دول نظبطهم صح، نظبطهم صح، يتظبطوا معانا نمشي عليهم. أهم حاجة يتظبطوا صح عشان ما نعملش طبقة فوق طبقة مش هتبان. هوقف التصوير وأخلص وأرجع لكم.
خلاص كده هنتظر شوية دول يتحملوا. اهم شيء انتظر الملف ده يحفظ خالص في الاخر خالص. خلاص كده لسه الملف هيحفظ. تمام. اروح رايح عند اخر جار وارجع مزرعتي تاني. كده انا عملت ايه؟ عملت 4 طبقات طين. يعني لو عندي 500 مربع كده يبقى عندي 2000 مربع باختصار. بالطريقة اهي. تمام. بصوا كده بقى شكلها جميل قوي. طريقة سهلة مش محتاجة اي فقاقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.